إمام عاشور انهار ودخل المستشفى بعد عرض السعودية. الخطيب رفض يبيعه للنيوم السعودي ب9 مليون دولار. إمام طلب إنه يقعد مع رئيس الأهلي وقال له: أنا عشت أجمل أيام حياتي في الأهلي يا كابتن، لكن المبلغ المعروض عليا يأمن مستقبلي ومستقبل أحفادي. عشان كده أنا موافق على العرض وعايز النادي يتفاوض ويجيب أعلى رقم وأروح بعد كأس العالم للأندية. الخطيب كان مستغرب جدا من موافقة إمام عاشور وقال له: إحنا بنبني فريق وبنجيب لعيبة على أعلى مستوى، وإنت لاعب مهم ومش ناويين نستغنى عنك. إمام كأنه ما سمعش حاجة وكان قاعد يحسب الدقيقة بتاعته هتكون بكام في الدوري السعودي. الحكاية دي ضايقت الخطيب جدا، لأنه قال له بعصبية ولهجة تحذير: يا ابني انت لاعب كبير والفلوس مهمة وكل حاجة، لكنها مش كل حاجة. انت بتعمل تاريخ في الأهلي والجماهير بقت بتحبك، وانت أحن لاعب في مصر دلوقتي. في المستقبل هتعمل تاريخ كبير مع المنتخب. ليه عايز تهد كل ده وتروح تلعب في نادي سعودي مش بينافس على أي حاجة؟ إمام رد بهدوء وقال: يا كابتن هما كام سنة اللي هيكون مرغوب فيا من الأندية، وأنا عايز لما بطل يبقى معايا فلوس كتير. علشان كده أنا موافق على العرض ده، وعايزك انت كمان توافق وتتفقوا مع الناس في السعودية اني هكون متواجد معاهم بعد بطولة كأس العالم. الخطيب رفض وقال له: هزود لك عقدك. لكن إمام طلب حاجة غريبة، قال له: عايز اخد قد زيزو وتريزيجيه هما الاتنين، وقتها هكون مقتنع اني لاعب مميز في النادي. لكن الخطيب ما عجبوش الكلام وقال له: انت ليك عقد في النادي هيخلص بعد سنتين يا إمام، بعدها يبقى ربنا يحلها، لكن في الوقت الحالي مفيش بيع ولا عروض. انت مكمل مع النادي، ولما نعوز نبيعك هنخليك تطلع من النادي بفلوس اكتر بكتير من اللي معروضة دلوقتي. علشان كده إمام بعد ما اجتماعه مع الخطيب فشل، وكان متضايق ومش راضي عن الكلام اللي اتقال، فجأة وقع من طوله وجاله هبوط حاد. اتنقل المستشفى وعلق محاليل، وكان في حالة صحية صعبة، خصوصا انه مضغوط جدا الفترة اللي فاتت وشايل الفرقة كلها على كتفه، وحاسس انه محتاج يلعب في اجواء اخف وبفلوس اكتر بكتير من اللي بياخدها في الاهلي. النادي السعودي عايز موافقة إمام عاشور الأول قبل المفاوضات الرسمية مع الأهلي، وإمام موافق ومستعد يبصم بالعشرة على العقود وياخد المبلغ اللي اتعرض عليه. لكن الكرة في ملعب الخطيب ومجلس الإدارة، لكن الخوف حاليا إن تحصل أزمة وإمام يطير من الأهلي والنادي السعودي يدفع الشرط الجزائي، ويبقى النادي خسر لاعب مهم جدا زي إمام والخطيب بعد ما خطفه من الزمالك، يتخطف منه بسيناريو أصعب بكتير. لكن لسه لحد دلوقتي الموقف مش واضح، هل إمام هيضغط على الإدارة ويسافر، ولا الأهلي هيرفض تماما إنه يروح لمكان تاني؟